بالعكس كل ما بكون مخططه بدي اعمل شيء، يعني بكون بتعرفوا هي شغله لما بتجي هذا هو الشيء جاي هيك بصير معي. ليه؟ لانه في ناس حاشره مناخيرها وحاشره عيونها وحاشره نفسها بأم حياتي جوا بالضبط. جيهان اعملي، جيهان ليه ما بتعملي، جيهان ساوي، جيهان يه. يعني في فرق ما بين النصيحة وفي فرق ما بين انه في شخص بده يدير حياتي، شلون بدي اتصرف، شلون بدي احكي، شلون بدي اتعامل، مين الناس اللي بدهم يكونوا بحياتي، مين الناس اللي ما بدهم يكونوا بحياتي. عن جد الموضوع صار مزعج، لهون وصلت. انا تعبت عم بعملكم بلوك. لا في اشخاص اقسم بالله انا متاكده نفس البنت عم تكتب نفس الاسلوب، بتعمل كوبي، بعملها بلوك وبتروح بتعمل صفحه تانية وبترجع تبعت لي. مش طبيعيين. لا وفي من يعني طريقة الكلام مستفزة. انت هونيك عايشة حياتك وزوجك قاعد هونيك. حبيبتي ما رضيت تطلع له الفيزا، شو اعمل؟ ما انا صار لي سنة قاعدة لانه ما عم تطلع له فيزا لولا دولة، شو اعمل؟ اضل قاعدة سنة جنبه هيك نتفرج ببعض؟ طلعت لي الفيزا، طلعت شغل تيك توك وقعدت هون بدبي عشان اشتغل وعم باخذ اعلانات. في منهم صورت ونزلت، في منهم ما عندي وقت لحتى اصورهم، قلت خلص اخذتهم معي ورايحه على المغرب اصور. يعني طالعه هون عم بشتغل، مش طالعه كزدر. لو كنت طالعه كزدر كنت كل شوي بنزل ستوريات انا قاعده هون، انا رايحه هون. ترى في اوقات انا عم بختفي فيهم لانه بكون عندي شغل. ترى مستفزين. لا لازم اول يوم رمضان تقضيه مع، شو دخلك؟ اقضيه مع زوجي ولا اقضيه وين ما بدي؟ شو دخلكم؟ هي حريتي، هي حياتي، انا اللي بقرر وين بدي اقضيه ومع مين بدي اقضيه، وين بدي اروح ومع مين بدي اروح. هذا شيء بخصني الي، ما بخص حدا. لا ليه عم تطلعي مع فلانه؟ انا بطلع مع الاشخاص على حسب نفسيتي وراحتي اتجاههم، على حسب حبي إلهم وعلى حسب مشاعرهم تجاهي. شلون انا برتاح مع الاشخاص، مش على حسب جنسياتهم. اذا انتم ما بتحبوا جنسيه معينه هي مشكلتكم، ما تطلعوا معهم، ما تتعرفوا عليهم. بس انا برتاح مع هدول الاشخاص، انا حره. في ناس كتير هون بتبعت لي نلتقي، ما بروح لانه ما برتاح لهم. انا بطلع مع الاشخاص اللي برتاح لإلهم. والسبب الرئيسي اللي خلاني اجيب امي لانه انا بعرف حالي ما برتاح مع اي حدا. جبت امي عشان ما ضل لحالي. لا بدك تتعرفي على مشاهير، بدك تتعرفي على فلان، لا انا ما بتعرف على الاشخاص على حسب مصلحه. والله نفسيتي انا اهم من كل شيء بالدنيا، كل شيء. انا عندي استعداد اليوم سكر كل حساباتي واطلع من السوشيال ميديا وارتاح. هذا الشيء اذا بده يريح نفسيتي الي. نفسيتي اهم، راحتي اهم. مش رح روح انا اقعد مع مشاهير انا مش مرتاحت لهم، مش مطمنه لمجرد انه لا اسمي بده لا ما عندي هالقصص. لو عندي كنت عملتها من زمان. بس هو هي حياتي. انا بحب فلانه وبحب فلانه، بطلع مع فلانه وبقعد مع فلانه وبشرب قهوه مع فلانه. اوكي؟ مش انتوا اللي رح تقولوا لي مع مين بدي اقعد ومين بدهم يصيروا رفقاتي ومين بده يصيروا حياتي وكيف بدي اتصرف مع الزلمه اللي بحياتي. انا اللي بقرر. وعلى فكره نحن ما عم نطلع مع بعض بسبب هالكومنتس اللي بتضلوا تكتبوهم. ما حدا له علاقه شلون نتصرف مع بعض. هو لو ما كان بده ياني اسافر ما كان خلاني اصلا اسافر. وانتوا قاعدين كتب فلان ليش ما عم تروحي، ليه ما عم تروحي تاركتي؟ والله اقسم بالله ركضنا ونحن بلبنان على الفيزا وجيت لهون. مشهد اللي عم تقولوا لي حكيت مع مشهد وقالت لي واقفه الفيزا، ما في فيز. مخلوقه صار لها سنين هون بدبي والها معارف قد الدنيا وقالت لي ما في فيزا. سالنا بمكاتب، رانيا سالت، شيماء سالت، كل العالم عم تسال، ما في فيز. شو اعمل؟ خلاص كل حدا بده يكتب لي شلون بدي. في فرق ما بين لما حدا بيجي بينصحني انه جيهان اعملي كذا او ساوي كذا، بيجي بينصح بأدب. اوكي بتقبل النصيحة وبسمع منكم كذا مرة. بس تجي تهاجميني وتقولي لي جيهان لازم تعملي كذا ولازم تساوي كذا، لا حبيبتي فشرتي، ما حدا بيجبرني، بعيش حياتي مثل ما بدي. واللي مش عاجبه في حيط 2 و3 و4 اذا بتلتفتوا يمين ويسار. راحتي اهم.
خلص ما حدا إله علاقة بحياتي، مالكن علاقة شلون بدي دير حياتي وشلون بدي اتصرف. ما حدا إله علاقة حياتي الشخصية بقى بكفي. عمري 28 سنة جاي بدكم تعلموني كيف بدي اتصرف مع مين بدي التقي؟ لا حبيبتي، راحتي أهم، مش مصلحتي أهم، راحتي أهم من مصلحتي. يعني أنا لما بعرف إنه أنا مع هالأشخاص بدي أكون مرتاحة أكيد رح روح ركض لعندهم، بس إذا أنا ماني مرتاح حتى لو مصلحتي معهم في 10 مليون دولار مش هروح. وحكيت بهالموضوع كذا مرة. أنا قلت لكم من وقت ما كان كل الناس وهي صغيرة اللي بتحلم تصير دكتورة، اللي بتحلم تصير مهندسة وبعدين بتغير أنا من وقت ما كنت صغيرة وبحلم أمثل. لو كنت بعرف أفضل مصلحتي على راحتي النفسية كنت من زمان هلأ صرت ممثلة، لا قسم ونصيب ولا غيرها فتت. خلص أنا طلعت من البرنامج، طلعت من زمان. حتى هو كان عم ينعرض أنا كنت رافضة وجودي فيه وما كنت أحكي بالموضوع وما كنت أتناقش فيه. كل ما بجي بحكي كلمتين بتربطوني بأشخاص تانية. هدول الأشخاص مرحلة بحياتي وخلصت من زمان، نسيت. عم تقفلوني. أي حدا بده يكتب لي كيف بدي أتصرف بدي أعمل بلوك. لو تعملوا 100,000 حساب بدي أرجع أعمل بلوك. خلصت. غريب لما بيجي بيكتب بعرفه على فكرة، هدول ما بيفرقوا معي لو ضلوا يحكوا للصبح، مش فارقين معي. بس فانزي أنا لما بيجي بيحكي هذا اللي بضايقني، إنه شو بكون؟ شو صار؟ ما أحرق تروح عند زوجها، شو دخلكن؟ ترى عيب، وحياة الله عيب. أنا صرت أخجل لما أشوف المسجز عندها، أقسم بالله صرت أخجل. لا أنتوا ولاد ولا هي ولاد ولا أنا ولاد، يعني ما شاء الله كلنا ناضجين. والله العظيم لو تشوفوا المسجز اللي بينكتبوا لها بيخوفوا. وكمان في أشخاص يعني منتقدين أكتر مني. يعني لما أنا كنت قاعدة بلبنان، ليه أنت قاعدة هنيك؟ ليه ما بتطلعي تشوفي شغل؟ ليه؟ ولما طلعت ليه قاعدة هنيك؟ ما ترجعي. اثبتوا على شيء، جننتوا الله اللي خلقنا. خلص اللي مش عاجبه ينقلع، أنا ما بدي انقلعوا. اللي مش عاجبه ما يضل، يروح عن جد يروح. اللي بحب شخص بحبه مثل ما هو، هذا اللي أنا بعرفه. مثل ما أنا بحب لما بتنتقدوني بطريقة لطيفة بتقبل، بس لما تيجي تهاجميني وتفرضي علي شلون بدي أتصرف، لا ما حذرتي. مين ما كنتي ورح ضل أعمل بلوك. على فكرة لا فارق معي الفولورز قديش، ولا فارق معي الفيورز، ولا فارق معي كل هذا الشيء. أنا ضالة كرمال الناس اللي بتحبني بس. وانتوا بتعرفوا صار لي سنة بالسوشيال ميديا، صار لي سنة ولا فارق معي شيء، ولا فارق معي حدا، ولا شايله حدا من أرضه. يعني بتعرفوا إنه كل هاي الشغلات مش فارقة معي. يعني أنا ضل كرمال الناس اللي بتحبني وبس. بدك تنصحيني على عيني وراسي طبعا. في شغلات انتوا بتشوفوه انا ما بشوفها، هذا الشيء طبيعي، بس تعي اشرقني. يعني تعي انصحي بأدب، مش توجهيني شلون بدي اتصرف. مش عارفة اتعود على فكرة انه في اشخاص ممكن تأثر علي وتمشيني، وبعمري مش يعني لو يضلوا يحكوا للصبح مش حاسمع لحدا، حامشي بكيفي مثل ما انا بدي. بس بتضايق انه عن جد في اشخاص هيك، بستغرب وحياة الله بستغرب.